أول حلقة بعد توقف كبير جدا للأسف كان غصب عننا. سعادتي النهاردة مش بس إن إحنا راجعين، سعادتي النهاردة بضيفة عزيزة جدا على قلوبنا، دكتورة يمنى راشد، استشاري العلاج المعرفي السلوكي وريليشن شيب كوتش. إيه بقى موضوع العلاقات الزوجية وإيه موضوع استشاري العلاقات والناس اللي بقوا منتشرين حوالينا في كل حتة، وكلام عن الجواز والحب والخيانة والطلاق والنكد وغيرهم كتير. هنتكلم أكتر مع دكتورة يمنى راشد. دكتورة يمنى، إزاي حضرتك؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ الحمد لله، مبسوط جدا إن أنت معانا النهاردة. انا اكتر. الأول سؤال بسأله دايما لضيوفنا، مين دكتورة يمنى راشد؟ بص يا سيدي، انا دكتوره صيدلانيه، دفعه قديمه شويه. قعدت 20 سنه اشتغلت كصيدلانيه، بس للاسف عمري ما حسيت ان انا حبيت المهنه دي نهائي خالص. 20 سنة مش حباها؟ لا، مم. خالص نهائي. وبعدين لقيت نفسي اكتر بحب اقرا في العلوم الانسانيه وفي في الحاجات اللي ليها علاقه بالانسان وبيفكر ازاي وبيتعامل ازاي وايه الصح وايه الغلط والحاجات دي. فقررت ادرس في الموضوع ده. كويس أوي. لفيت لفة كبيرة ودرست شوية حلوين. بس آخر حاجة بقى عملت ال الكورس بتاع الريليشن شيب كوتشنج، وبقيت مدرب معتمد تبع الاي سي اف يعني. اوكي. وبس طبعا بحب الموضوع ده جدا ولقيت فيه نفسي الصراحة. الموضوع ليه دراسات، ومش أي حد يقدر يشتغل استشاري، أو لازم يبقى دارس ولازم يبقى عارف هو واخد شهادات معينة طبعا. معتمد من جهات معينة. طبعا يعني الموضوع لازم له دراسة، مهم. لان مش اي حد هيدخل فيه كده، فهو ليه دراسة دلوقتي. و... وليه حاجات كتير. يعني انت المفروض بتاخد الكورس ده وبتمتحن فيه، وبتبقى حاجة اسمها ليفل 2. بعد ليفل مهم. 2 ده ممكن بتخش بقى تعمل امتحان تبع الاي سي اف، بتبقى اي سي سي بي سي سي. هي حاجة ليها يعني ليها قوانين. مسار تعليمي ليها مسار بالظبط. تعليمي واضح وصريح. اه. وفي النهاية بتاخد شهادة تقدر تمارس بيها المهنة. ايوه طبعا، ايوه طبعا. كويس أوي. خليني أسألك سؤال تاني بقى، هو احنا ليه بقيتوا كتير؟ يعني انتوا ليه بقيتوا حوالينا في كل حتة؟ يعني استشاري العلاقات ده زمان كان مصطلح حديث جدا والناس بتروح له تحس انها عشان تروح له لازم يبقى عندها مصيبة سوداء يعني. مم. ليه دلوقتي الموضوع بقى منتشر بهذا الشكل واستشاريين العلاقات بقوا حوالينا في كل حتة؟ ودور استشاري العلاقات اصلا ايه، بيعمل ايه؟ طيب بص يا شريف، هو اصلا الناس اللي بتدرس الموضوع ده هم موجودين من زمان جدا، مم. من ايام دكتور ابراهيم الفقي. هو اول حد تقريبا اتعرف في مصر ان هو كان بيدرس في العلوم الانسانية وبيتكلم عن الحاجات دي. كويس أوي. آه، جت بعد كده طبعا بره مبتدين قبلنا موضوع الكوتشنج ده، مبتدينه من زمان جدا، وهو موضوع منتشر هناك على فكرة. واحنا اي كويس. حاجة بتتواجد بره بتيجي بالطبيعة بعد فترة بتوصل عندنا في مصر. حاليا الناس وعيها زاد، وبقوا بيحتاجوا فعلا ان حد يساعدهم. مم. ومش معقولة كل ما هيبقى عندنا مشكلة هنروح لدكتور نفسي. صحيح. يعني الطبيب النفسي هو اصلا بيبقى متخصص ان هو يعالج امراض او اضطرابات نفسيه او حاجات زي كده. فمش معقوله اي حد هيقابله مشكله في حياته، مش عارف ياخد قرار، مم. عنده مشاكل معينه، عايز يعرف طريقه مظبوطه في التعامل ان انا اتعامل بيها ممكن تطلعني من مشكله معينه، انه يروح لطبيب. صحيح. فظهر بقى الكوتش، لان هو عن دراسة أكتر حد ممكن يساعد. في كمان ناس بتتلخبط بين المعالج النفسي زي الثيرابيست وبين الكوتش. مم. برضو في بينهم فرق. يعني المعالج النفسي برضو بيبقى دارس، بيبقى خريج كلية تربية أو آداب، كويس أوي. علم نفس. ودوره بيبقى مكمل للطبيب. مم. يعني الطبيب بيشخص وبيدي علاجات، ولما الحالة بتستقر يبتدي يخش دور المعالج النفسي، ان هو بيعالج بطريقة كلامية مم. بس معالج. انما الكوتش هو مش معالج. الكوتش ما بيتعاملش اصلا مع مرضى، بيتعامل مع ناس طبيعيين جدا. يحاول ان هو، ليها قصة طويلة لو تحبني اقولها اه لك. طبعا احب. ان الكوتش ان هو بيتعامل مع اللي قدامه، هو ولا بينصحه، ما بيدوش نصيحة، مش بيوجهه اصلا. الناس تبقى فاكرة انها هتروح للكوتش هيديها حل سحري. لا، هو مم. الوضع مش بيبقى كده خالص. امال. هو مش بيديله نصيحة، هو بيفكر معاه، بينور له الطريق عن طريق ان هو بيديله مجموعة من الأسئلة. مم. يبتدي الشخص اماكن تنور عنده في دماغه. وبعدين خلي بالك، الشخص هو اكتر واحد عنده دراية بظروفه. مم. صعب قوي ان انت تجيب حد تحكي له حكايتك يقوم يقولك اتصرف كذا، وهو ما عندوش علم بالظروف المحيطة بيك او بالناس اللي حواليك او بطبيعة الاشخاص اللي مم. حواليك. فهو بيساعدك ان هو يسألك ويخش معاك في اماكن معينة يسألك فيها. وكمان بيستخدم تولز، حاجة اسمها تولز. التولز دي عبارة عن زي وسائل مساعدة.
مم. تخليك تقدر ان انت تحسن من العلاقة مع الناس اللي حواليك وكده. فهم زيادة الوعي خلت الناس تبتدي تفهم يعني ايه كوتش وفعلا تلجأ له. وبدأ الناس بقى تيجي وتاخد، يعني بتحددوا ازاي بقى؟ يعني مثلا انا جيت لحضرتك عندي مشكلة أسرية زوجية ايا كان، مهم. وبدأت اجي، ايه الابروتش بقى اللي بنمشي فيه، او ايه الواي اللي بنمشي فيه؟ يعني انا بشوف جلسات وعدد جلسات، والجلسة الجاية والجلسة اللي فاتت ايوه بالظبط. ايه بقى اللي بيحصل؟ بصي يا شريف، هو طبعا بيبقى السيكونس بتاع الجلسات بتمشي ازاي، ان انا في الاول لازم باخد زي بريف صغير كده عن الموضوع، افهم فيه هو التوبيك ايه او جول ايه. مم. وعلى فكره هي ليها تكنيك، يعني احنا مثلا اغلبنا بيمشي على تكنيك اسمه جرو. مم. اي حاجه معينه يعني في تكنيك احنا بنشتغل بيه، فلازم اول حاجه اعرفها هي الجول بتاع العميل اللي قدامي، الكلاينت اللي قدامي جاي عايز يتكلم في ايه. كويس جدا. بعد كده ببتدي انا بقى اسمع منه و... وافهم القصه ايه. طبعا لازم يبقى عندي حسن استماع جدا عشان اقدر ابقى شايفه من وجهه نظره. انا كويس. كده كده ما بيبقاش عندي حكم عليه. ما عندكيش وجهة نظر معينة؟ لا طبعا، ما من اساسيات شغلنا ان انا ما احكمش على اللي قدامي مم. خالص، انا بسمعه بس. وبعد كده ببتدي بقى اديله تولز معينه، هوم وركس يعملها مم. في خلال الاسبوع. وبعد كده اجي بقى في الزياره اللي بعدها ابتدي اشوف هو عمل ايه الهوم ورك ده، لما عمله حس بنتائج ولا لا، هل محتاجين نحسن حاجه تانية، واشوف بقى تقدمه في الموضوع. طبعا في مواضيع كتير مش بتحل بين يوم وليله، يعني في حاجات صحيح، بتاخد وقت اكيد. طويل. طيب خلينا، لما سألت حضرتك نبدأ الحلقة ازاي، اوكي. حضرتك قلت لي نبدأ بالسيكونس الطبيعي بتاع الحياة: حب، اوكي. جواز، خيانة، طلاق. ايوه، هو مش بالضروره يبقى في خيانه يعني، بس بقت بتحصل يعني. اوكي. اوكي. هل اي شخصين عشان يتجوزوا، سؤال بديهي جدا، هل اي شخصين عشان يتجوزوا لازم يبقى في حب اصلا ولا مش مهم؟ وهل بص. مصطلح جواز الصالونات ده فاليد موجود يعني، ولا ايه الوضع؟ اوكي. طيب بص، انا هفاجئك. اتفضل. لا، مش لازم يبقى في حب من الاول. اصلا اصلا مش لازم يبقى في حب يعني من احنا الاول. كل ده ماشيين غلط؟ لا لا، مش ماشيين غلط. هو وجود الحب ماشي شيء لطيف، لان الشخصين بيبقى عندهم رصيد لبعض، جميل. فبيبتدوا الجوازة هما اوريدي عندهم رصيد تجاه بعض. كويس أوي. فلما بتقابلهم مشاكل فالرصيد موجود، فبيقدروا ان هما يتعاملوا. كويس أوي. لكن هو مش بالضرورة يبقى موجود، بدليل ان جوازات صالونات كتير جدا بتنجح وبتكمل، بل بالعكس ساعات جوازات الصالونات بتكمل احسن من الجوازات اللي كانت بدايتها حب. طيب كويس. هو ايه الشرط الاساسي بقى اللي المفروض يبقى موجود؟ القبول. يعني القبول. مم. لازم الشخصين يبقى عندهم قبول لبعض. طالما تواجد القبول المبدئي نبتدي نشوف بقى الترتيب اللي بعد كده. كويس. هل هم متوافقين اجتماعيا، متوافقين ماديا، متوافقين ثقافيا؟ يعني بتبقى فيها ترتيب. وجود الحب شيء كويس جدا، لكن مبدئيا لا، هو القبول، وبعد كده التوافق في الحاجات اللي قلت لك عليها. وبعد كده بقى تبتدي يظهر بقى الحب، ويبتدي التفاهم بعد كده مم. بيجيب حب، ويبتدي يبقى عندهم رصيد لبعض يقدروا يواجهوا مشاكلهم مع بعض، وهكذا. يعني لأي درجة من التوافق لازم يبقى الطرفين متوافقين ماديا، اجتماعيا، ثقافيا، دراسيا، علميا، يعني لأي درجة من التوافق. بص، طول عمرنا عارفين وشفنا من واقع التجارب ان هم لازم يبقوا متقاربين. مم. اذا كان الراجل ممكن يبقى اعلى من الست حاجة بسيطة، طبعا ده بيبقى برضو بيبقى كويس، أفضل. بيبقى افضل. مم. انما ما يبقاش فيه فروق شاسعة، يعني الفروق الشاسعة دي بتعمل مشاكل جامدة جدا، لان دول جايين من بيتين، اتنين بيت مختلفين، مم. ومن افكار مختلفة، طريقة معيشة مختلفة، فطبعا لو بعاد عن بعض قوي هيحصل تصادم لما جامد تيجي جدا. تحطهم على بعض الدنيا طبعا. هتبهوأ. طبعا. طيب، السؤال الذي أرق الكثيرين: ايه. لماذا يختفي الحب بعد الجواز؟ اوكي. وهل بص. بيختفي فعلا، ولا هو ما بيختفيش وبيبقى موجود بطريقة تانية مثلا؟ بالظبط. هقول لك، بص، هو مش بيختفي، هو نوعيته بتختلف. جميل. وبعدين ما تقسش على الحب اللي هو بيبقى وقت الخطوبة والتعارف والقصة دي، اللي هو لسبب. الورد والدباديب ايوه، لان ده خلينا نسميه مسمى تاني، خلينا نسميه الغرام. اوكي. اوكي. فالغرام اللي بيبقى قبل فترة الجواز دي ده بيبقى محكوم قوي زي ما احنا درسنا طبعا. ويعني كوتش حسام الغروري هو اللي كان شرح لنا الموضوع ده بالتفصيل وباستفاضة. اوكي. ان الفترة اللي هي قبل الجواز دي، فترة الغرام دي بتبقى محكومة اكتر بهرمونز او بهرمونات السعادة. كويس. الدوبامين والسيروتونين والاكسيتوسين والنور ابنفرين، دي هرمونات بتفرز في الدماغ وقت الغرام ده.
وقت السعادة الرهيبة دي. لكن للأسف إن الهرمونز دي، هرمونات السعادة دي، ما بتقعدش أكتر من سنة ونص، بعد كده بتبتدي تقل جدا. ما بيبقاش القرب والكلام والطريقة دي بتفرز نفس الهرمونز دي بعد كده. بيبقى فيه حب، بس ما بيبقاش فيه درجة الغرام الرهيبة اللي كانت موجودة قبل الارتباط. يعني ده مش عيب في الناس، دي حاجة عادية موجودة يعني. جدا، طبعا. فبيجي بقى التفاهم يعني ان هما بيعرفوا يتعاملوا مع بعض، والرصيد اللي ما بينهم زي ما قلنا هو ده بقى اللي بيعمل الحب. يعني الأسئلة اللي احنا بنتسألها انت ما بقتش تحبني والحاجات دي. لا، هو بس عشان نوعية الحب اختلفت او شكلها او الطريقة اختلفت، فالواحد بيحس اللي هو بيتصدم، اللي يعني احنا هو مظلومين كله مظلوم. صح؟ كله مظلوم. السؤال عايز اساله لحضرتك، هل الموضوع بيتقلب لتعود بعد الجواز؟ يعني احنا بنشوف ناس عايشين خلاص، هم اتعودوا يعيشوا مع بعض، مهم. جواز بقاله 12 سنه 15 سنه، حياتهم كربة بس اتس اوكي خلاص، هم اتعودوا يعيشوا مع بعض. اوكي. وعلى فكره في بيوت كتير في مصر كده. فهل الموضوع بيتقلب لتعود، خلاص انا اتعودت على الحياه دي، العيال دي، الزوجه دي، الزوج ده، وهكذا، ولا الامور بتمشي ازاي؟ انا بسالك الاسئله اللي احنا بنسمعها من واحنا صغيرين، من قبل ما نتجوز اصلا، ومن قبل ايوه، ما يبقى في لينا حياه اسريه يعني، ايوه. ومحدش بيجاوبنا عليها. بص، هو اكيد الموضوع فيه سن التعود. اوكي. في حاجة معروفة اسمها منخفض الزواج. منخفض الزواج. منخفض الزواج ده عادة ما بيجي بعد 7 سنين جواز. الهرشة السبعة. حاجة شبه، ايوه، عشان كده هم سموا المسلسل ايوه كده. صح، ما انا عارف. فهو بيجي بعد 7 سنين مم. جواز. بيظهر ليه؟ لان هم بيبقوا موجودين مع بعض، بتحصل ما بينهم مشاكل، وده شيء طبيعي. اكيد. وساعات كتير جدا ان بيبقى عندهم مشكلة معينة، هي دايما نفس المشكلة اللي بيواجهوها. مم. مثلا يعني حد متضايق من اهل مراته او العكس، فممكن تبقى نفس المشكلة هي اللي دايما متواجدة. اوكي. هنا لو هم ما حلوهاش من جذورها، فالموضوع ممكن بيعمل اللي انت بتقول عليه ده بقى، اوكي. ان هو يحس ان البيت نكد، وان الدنيا نكد، والحياة كرب زي ما انت قلت والكلام ده. مم. فلازم يا اما تتحل من جذرها، يا اما الحل التاني ان الطريقة التانية اللي هما بيستخدموها ان هما يتعاملوا كأن الموضوع مش موجود. مم. وتبقى الحياة مملة جدا. هنا ممكن يتعاملوا مع المشكلة ان هم يخبوها تماما، ويتعاملوا كده عادي، ويبتدي يحصل ما بينهم فتور، كويس. ويبتدي يحصل ما بينهم انفصال عاطفي. مم. وهنا للأسف ممكن الزوج بقى بيلجأ مثلا ان هو عايز يشبع نفسه عاطفيا في مكان تاني، يخشوا في قصة الخيانة والكلام ده. عشان كده احنا بننصح الناس ان لما تتواجد فيه مشاكل، لا، حلوها من جذرها. بما اننا لسه في الحته بتاعت الحب والجواز، يعني اوكي. لسه ما رحناش اوكي. للخيانه يعني. ماشي. ايه انسب سن للجواز يعني؟ مم. الناس مثلا، يعني انا متجوز 24 سنه، الناس بتشوفني متجوز صغير جدا اوكي. وايه اللي انت عملته في نفسك ده، حد يعمل كده ربنا يبارك لك. وفي نفس الوقت لما حد بيتجوز على 30 32 سنه، انت ايه اللي اخرك انت للوقت ده كبرت كله؟ كبرت. انت ايه اللي خلاك تستنى كل ده؟ نتجوز امتى؟ بص، هو الجواز ملوش سن معين، مم. يعني اللي هو لازم لما يوصل عند السن الفلاني يتجوز. لا، هي حاجات تانية كتير بتحكم. زي ايه بقى؟ زي ان الشخص يبقى عنده جاهزية اصلا للجواز، يبقى فاهم يعني ايه جواز. انت مم. فاهم يعني ايه جواز؟ فاهم لما نقولك ان انت هتتجوز على سنة الله ورسوله، انت فاهم هتتجوز يعني على ايه بالظبط؟ مم. فاهم مسؤولياتك، فاهم ان انت هتتحول من شخص لوحدك بتعمل كل حاجة ليها علاقة بيك انت عشان تسعد نفسك، لشخص مسؤول عن أسرة وبيت وزوجة وأولاد. مم. لو هو عنده جاهزية دي، ومش بس يعني دي تعتبر جاهزية نفسية، صحيح. مش بس الجاهزية دي، لا، عنده كمان جاهزية تانية، جاهزية مادية ومش لوحده، هو وعيلته، يعني هم كلهم مستعدين لارتباط مم. وتكوين في أسرة جديدة هتتكون، في عيلة كبيرة هتبقى موجودة. مم. ساعتها الإنسان يتجوز. فهل دي بقى مرتبطة بسن 24 25 23 30؟ هي ملهاش رقم معين، هي المهم ان هو يكون جاهز نفسيا، وجاهز طبعا بقى ماديا، وهيقدر يكون بيت ويصرف على أسرة. لأن هو لو مش هيقدر يعمل يعني مش الرسول بيقول ما استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ صحيح. اللي معاه ان هو يتجوز، بس تكون برضو في نفس الوقت ايه، يعني عندك العقلية اللي انت تقدر تتحمل مسؤولية أشخاص تانيين معاك. كويس. هل حضرتك تنصحي ان احنا كشباب او كبنات نسعى ان احنا نبقى جاهزين، سواء جاهزية نفسية او مادية، في وقت معين، ولا نسيبها تمشي لا بظروفها؟ طبعا، متهيألي يعني ان هو تيجي بظروفها. يعني اول ما الاقي نفسي انا جاهز. مستعد نفسيا وظروفي مظبوطة،
مش ايه المشكله، بس اهم حاجه الاستعداد النفسي والاستعداد المادي زي ما قلنا. هل يتغير الرجال بعد الجواز؟ آم، بص هو كلنا بنتغير، مش رجاله بس، يعني مش الرجاله ستات كمان. متغيرش والله لا يعني. لا، رجاله وستات بيتغيروا، وده شيء طبيعي. ما زي ما قلت لك في حاجه اسمها الاي مايند سيت، اوكي. ده تفكيري انا وانا لوحدي اي، وفي الوي مايند سيت، احنا بقينا وي، بقينا كتير. مم. فطبعا بنتغير، انت بتبقى بتتعامل مع حد جاي من بيئة تانية مختلفة عنك، فانت كمان بتبتدي تتعود وتحاول تتأقلم على وجود شخص تاني معاك في البيت. اوكي. انت ما بقيتش عايش لوحدك. ف... فطبعا بنتغير. يعني انت مثلا ابسط الحاجات، انا بحب التكييف وانا ما بحبش التكييف، يعني حد بيحب التكييف وحد ما بيحبش التكييف، طيب ما هم لازم بيوصلوا لنقطة في النص. كلام مين يمشي بقى؟ ما هو بالاتفاق. اه. ده كل حاجة من أصغر حاجة لأكبر حاجة لازم تبقى بالاتفاق، مم. otherwise إن هو هيحصل مشاكل كتير ما بينهم. فبنتغير، بنتغير عشان بعض، يعني بنتغير في حاجات بسيطة بس عشان نتأقلم في العيشة مع بعض. السؤال اللي تقريبا في كل بيت مصري، م- ليه كل حاجة في البيت على الست؟ م- هو انا شايله كل حاجه لوحدي وانا لازم اعمل كل حاجه لوحدي؟ هو انا هعمل ايه ولا ايه؟ م. كلام تقريبا ده الكلام بتاع كل ستات مصر. أيوه أيوه فعلا. فليه مسؤوليه الست دايما هي كل حاجه في البيت مرميه على الست؟ وهل ده صح ولا غلط اصلا؟ اوكي، بص هو المفروض يبقى فيه تعاون عشان نبقى اوكي. حقانيين، هو المفروض يبقى فيه تعاون، لكن ما هو الراجل برضو وجوده بره البيت طول الوقت، ما هو مش قاعد، لو قاعد بقى بيلعب وقاعد على قهاوي وبتاع، لا طبعا كده هو مقصر. جميل. انما لو الراجل شايف عنده شغله ومكفي بيته وبيعمل اللي عليه، مش كده؟ طبعا فهي كمان انا قلت عندها كده والله. واجبات تعملها. اوكي. تمام. يعني رعاية الأولاد ورعاية البيت ورعاية الزوج، خلي بالك هو برضو لو اتكلمنا فيها دينيا، مم. هو المفروض يوفر لها اللي يساعدها، طالما لو هو مقتدر فهو مم. المفروض يوفر لها الاشخاص اللي تساعدها. تمام. لكن فلنفترض ان هو مش هيقدر يعمل كده، مم. فانت لازم بتتعاون. والله لو ظروف شغلك سمحت ان انت هتتعاون معاها، خير وبركه. انما لو انت ما حد، سمحتش. لو ما سمحتش وبيكد وبيجتهد وبيشتغل خلاص ومكفي بيته، لا هي كمان لازم هي كمان تبذل المجهود بتاعها وتعمل واجباتها، وكتر الف خيرها يعني. طب انت بتشوفي الخناقه دي ازاي؟ يعني الخناقه دي تقريبا امم. هي خناقه المصريين كلهم. ايوه. انت سايبني هنا لوحدي، انا في القرف لوحدي، انا وانت بتعرفيش انا بشوف ايه بره، بشوف ايه بره وبعمل ايه بره، امم. والشغل عليا عامل ازاي والحكايه، واللي جاي مديره مش عارف اعمل له ايه وخاصم له ايه. امم. فبيروح شغلانته التانية اللي بيشتغلها بعد الظهر، فبيلاقي مشاكل تانية، فبيروح يطلعه على مراته، ايوه. ومراته بتطلع عليه قرف العيال طول اليوم، وهكذا. يعني امم. الدايرة اللي المصريين كلهم عايشين فيها. امم. بتشوف الخناقة دي ازاي اصلا؟ بص انا شايفه ان اصلا الزوج لو فضل مرابط مع مراته طول الوقت ده هيعمل مشاكل كبيره جدا ما بينهم. صح. اه والله. مم. يعني برضو ان الواحد يبقى له حياته، يعني هو برضو ليه مساحته. مساحة، وهي ليها مساحتها، وان هما يتقابلوا بقى في اخر اليوم او يعني على الغدا ويتكلموا مع بعض، هي تحكي لها عن يومها وهو يحكي لها عن يومه مشى ازاي وبتاع، يبقى في حتى شوية حوار ما بينهم. انما الوجود اللي هو متلازمين مع مم. بعض في كل حاجة دي، اعتقد ان هي بتجيب مشاكل كتير برضو طب يعني. وفكرة اللي هو الراجل بيبقى داخل مش عايز حد يكلمه، اه. هو عايز، هو جاي دماغه دي قد كده. اه. بص هي ليها شقين برضو، هي ممكن تقدر، بس هو في نفس الوقت لازم هو كمان يقدر ان هي محتاجة بارتنر، مم. ما هي محتاجة حد تتكلم معاه وتحكي له تاخد رأيه. فالقصة برضو محتاجة تقدير من الاتنين. واختيار التوقيت مهم، ولا التوقيت اللي هي تتكلم فيه او هو يتكلم فيه؟ طبعا عشان ما طبعا يبقاش اختيار التوقيت مهم، وبتيجي بعد وقت مم. من العشرة، هي بتقدر تعرف امتى الوقت المناسب اللي انا اقدر اتكلم مم. مع زوجي فيه، يعني الوقت ده مناسب، الوقت ده غير مناسب، يعني المفروض هي مم. برضو يبقى عندها سنس يعني. مم. دكتورة، متى يكون الطلاق حلا؟ وهل بص. فعلا في اوقات خلاص لازم الطلاق مم. بيبقى افضل من الاستمرار؟ اوكي. بص هو طبعا ان ربنا شرع الطلاق، فاذا هو اكيد الطلاق في وقت من الاوقات هو هيكون حل. اوكي. تمام. عند استحالة العشرة بين الاتنين، او بتأثر بالسلب عليه او عليها او على الاولاد، ساعتها هيكون هو ده الحل مم. المناسب.
في حاجات بتبقى فيتل جدا خلاص، العنف، ال العنف الضرب يعني العنف طبعا. وفي حاجات على فكرة بتبقى مش لازم مش يعني لازم عنف جسدي يعني. يعني ممكن، يعني في حاجة كان جوتمان قالها، ان هما حاجة اسمها الفور هورسمان، اللي هما الاربع حاجات اللي بيهدموا اي علاقة. النقد، ان شخص كل ما يشوف مراته يفضل ينتقدها ينتقدها ينتقدها. مم. السخرية، بيقل منها. مم. الدفاعية، ما بيحاولش يسمع وعلى طول بيدافع. الستون وولينج، اللي هو ان هو ما بيحاولش يتحاور او مم. كده. دي حاجات بتهد العلاقة. ممكن الواحد يستحملها او هي يحاول دي ان هو الحاجات دي بيعملها يحلها. الراجل بس ولا لا، راجل الطرفين؟ او ست، اوكي. راجل او ست طبعا، مش اوكي. عارفه، مش راجل او ست. الحاجات دي بتبقى صعبه، بس ممكن ليها حلول. مم. لكن في حاجات بقى يعني ليها حلول لو هم عايزين يحلوا. انما في حاجات ما بتتحلش. العنف ده شيء صعب قوي ان حد طبعا يكمل فيه طبعا طبعا. طبعا. فلو الموضوع مؤثر بالسلب واستحالت فيه العشره، لا خلاص، يبقى في طلاق وفي خلع وفي كل حاجه. ليه الايام دي الطلاق بقى بالسهوله مم. المبالغ فيها دي؟ يعني دلوقتي تقريبا مفيش حد في دايره علاقاته مم. 2-3 مطلقين. ايوه طبعا. والستات نفس الكلام، مفيش واحده في دايره علاقاتها 2-3 مطلقات. مم. فليه الطلاق الايام دي بقى بهذه السهوله المبالغ فيها يعني؟ مم. بص، هو الموضوع ده واضح شوية طبعا، طبعا. بس هو آم، ليه عوامل كتير. يعني عندك مبدئيا من ان في سنة موضوع التربية، ان الناس ما بقتش بقوا ممكن مدلعين الولاد برضو شوية، اوكي. فما بيبقاش عندهم قدرة على ان هم يتحملوا الضغوط، مم. بيستسلموا بسرعة. فعندك دي نقطة. مم. عندك النقطة التانية، من كتر فعلا ما زاد الطلاق، وابتدوا الناس يشوفوا ناس كتير يعني مطلقين بقوا بيستسهلوا. وبيستسهلوا. ده غير ان كمان المطلقة او المطلق بيتكلم على ان هو انا حياتي بقت اسعد بعد ما انا انفصلت. يعني في ناس بتتكلم كده تقول لك انا حياتي بقت اسعد بعد ما انا انفصلت. بيبقى فيها سنة تشجيع. اوكي. دي نقطة تانية. النقطة التالتة، لما مثلا هناخدها مثلا على الستات. مثلا الستات تقعد مع واحدة مثلا منفصلة او كده، اوكي. فتلاقي ان سبب انفصالها هو سبب قريب جدا من السبب اللي عندها. تلاقيها ان هي مثلا حياتها بقت اسعد او بقت اسهل. فده برضو خلى الموضوع فيه استسهال شوية، يعني بقوا بيستسهلوا بقت موضوع الناس الطلاق. بتشجع بعض. بالظبط. رابع حاجة بقى، ان خلي بالك في مش بعمم طبعا خالص، اكيد. انا ضد قصة اي تعميم. بس ساعات بيبقى في ناس على السوشيال ميديا او بتاع، وتلاقيها بتتكلم كتير في قصة الطلاق، وان انا مش يعني خدي حقك وخدي حريتك بالظبط. الحاجات دي خلي بالك برضو يعني بتشجع وبتحفز، مم. ويعني برضو لازم ناخد بالنا منها في الحاجات اللي هي في السوشيال ميديا وفي الحاجات دي. مين بيدفع الثمن اكتر، الراجل ولا الست بعد الطلاق؟ اوكي. والولاد وضعهم ايه؟ اوكي. بص يا شريف، مبدئيا لو حصل الطلاق قبل وجود الأولاد، هما الاتنين بيشيلوا نفس اللقب. اوكي. واحنا عندنا اجتماعيا الشخص اللي حامل اللقب ده احنا بنحط عليه كمية معتقدات عندنا وتابوهات من لا احنا شيء. يعني فلو مفيش أولاد هما الاتنين بيتأثروا. لكن يمكن بدرجة أكتر الست شوية الموضوع بيأثر فيها حبة أكتر يعني. أما لو افترضنا إن الطلاق حصل في وجود أولاد، فأعتقد إن التقل بيبقى أكتر على اللي معاه الأولاد، لأن أوكي. هو شايل مسؤولية نفسه ومسؤولية الولاد اللي معاه. فالدنيا بتبقى أصعب شوية على اللي هيبقى معاه ولاده يعني. امتى حد يجي يقولك انا عايز اطلق وتنصحيه تقولي له لا استنى؟ أنا ما بنصحش خالص. اوكي. انا عمري ما بنصح واقول كل واحد ادرى بظروفه. القصه، هل انت عندك استعداد ان انت بتحاول اصلاح؟ او خلي بالك برضو، لو اتنين جايين لكوتش وجايين مع بعض وهم كانوا بيتكلموا عن ان هم عايزين يتطلقوا، اعرف ان هم اصلا عندهم استعداد ان هم يتصالحوا عشان جايين مع بعض. هم جايين مع بعض. اوكي. فاكيد هم مش جايين مع بعض عشان يتطلقوا. يعني في الاغلب بنسبه كبيره لا، هم جايين عايزين اصلاح. اوكي. تمام. فانا عمري ما بنصح حد ان هو طبعا يتطلق او ما يتطلقش. انا بفكر معاه، هو ادرى بظروفه، هو ادرى بحياته. احنا رحنا للطلاق بس ما اتكلمناش عن ما قبل الطلاق. اوكي. الخيانة. انت شايف الخيانة ازاي؟ وعندي سؤال محير جدا، ليه دايما لما بنقول الخيانة اول حاجة بتيجي في
دماغنا. في دماغنا ان الراجل بيخون. اوكي. ما اعرفش ليه، ما هو بيخون مع ست، اوكي. ما بيخونش مع قرد يعني. اوكي. اكيد. فهي الفكره كلها ان احنا ايه الخيانه، مم. وليه الانطباع ده متاخد عن ان الرجاله كلها خاينه، وراجل اوكي. اسمه احمد معروف انه خاين ومش ايوه. عارف ايه والكلام ده كله. اوكي. بس وهل فعلا الخيانه في بعدها رجع؟ يعني هنتكلم. طب قولي لي خلينا بقى. نمشيها واحده واحده. اه اولا الخيانه هي نقد للعهد اللي ما بين اي اتنين. اوكي. احنا لما اتنين جم يتجوزوا اكيد ما كانوش متفقين ان هيجي في يوم من الايام هو هيخونها، فهو نقد عهد ما بينهم. تمام. صح. الخيانه طبعا درجات، يعني سبيكترم يعني ايه بقى؟ كبير. يعني ممكن هما بالاتفاق زي اي حاجه في الدنيا معروف هي بتحب ايه وهي بتكره ايه، هي ايه بالنسبه لها خيانه وبتعده ان ده خيانه، وهو برضو ايه اللي بالنسبه له يعد ده خيانه. اوكي. كل اتنين مختلفين عن اتنين التانيين. يعني في حد بالنسبه له ان مراته لو سلمت على اي حد هي كده اوكي. من غير ما تكون متفقه معاه ان هي هتسلم على رجاله او ان هي كده خاينه، خيانه. فده اتفاق ما بينهم. في ناس تانية لا، هو عنده بيتعامل عارف ان مراته ليها حدود في التعامل وتمام. فاذا الخيانه بتفرق من couples لcouples. تمام. وفي بقى يعني برود سبيكترم من الخيانه، ستارتنج من كده ينتهي عند اخر حاجه. اوكي. فاذا الخيانه هي نقد اي عهد ما بينهم او اتفاق ما بينهم هم عارفين ان ده يفسد الحياه الزوجيه. جميل. ده كده تعريف الخيانه. ده اول سؤال. تاني سؤال كان معلش ممكن تعيدهولي؟ ليه اول حاجه بتيجي في دماغنا مع كلمه الخيانه ان الراجل بيخون؟ اوكي. بص هو اكتر لان الراجل سنة في مجتمعنا عندنا عادي ان هو يقول ان هو بيخون. يعني مش عادي لكن متقبل وبيعدي شوية. اوكي. تمام. احنا ما عندناش احصائيات تقول مين بيخون اكتر. مين بيخون اكتر، ما فيش عندنا احصائيات بتقول كده، لان احنا الرجاله يمكن اكتر بيتكلموا، ممكن يتكلموا عن الموضوع ده، انما الست لو بتخون مستحيل هتتكلم، مش هتقول انا خنت يعني. فاهم قصدي؟ فعشان كده هي اكتر لازقه في الرجاله اكتر قصه الخيانه. بس هل الخيانه حلها الوحيد الطلاق؟ لا، مش حلها الوحيد الطلاق ولا حاجه، لان هو الموضوع ان هو في اولويات، في زي ما قلت لك على حسب الخيانه دي واصله لانهي درجه. هل هو ده الموضوع؟ يعني هل في حاجات تانية بتشيل القصه دي؟ ما هو ممكن تبقى حاجه صغيره هو حطها في كاتيجوري الخيانه مثلا. تمام. بس هي في الاخر هي حاجه صغيره، انا عندي رصيد وحاجات تانية كتير قوي تشيل الموضوع ده. هل بقى انت عندك قابليه للتسامح واخد القرار ان انا ممكن اسامح؟ هنا بقى النقطه. اوكي. طيب ليه دايما في حته كده بتيجي لكل الناس بعد الطلاق او بعد الجواز على فكره، ان انا اتسرعت، ان انا ما كنتش عايز اعمل كده، ان انا ما كنتش عايز اتجوز، انا ما كانش ليا جواز، انا ما كانش ليا طلاق. ليه دايما الحته دي موجوده؟ هل دي حته نفسيه ولا دي ليه دايما موجوده؟ هنا القصه قصه زي ما قلت لك، لو هي بالنسبه للجواز فانت اصلا ما استعدتش كويس قبل الجواز، انت ما حضرتش نفسك وما جهزتش دماغك ان انت تخش الخطوه دي. عشان كده دي نصيحتنا لاي حد داخل على جواز. لا، انت لازم تبقى عارف انت داخل على ايه، مستعد كويس جدا، مهيأ نفسيا وعقليا للي انت داخل عليه، عشان ما ترجعش تقول القصه دي انا ما كانش ليا جواز. لا، انت ما عدتش نفسك ليه من الاول؟ ما هيأتش نفسك ليه؟ تمام. وده برضو هنا الكوتشنج بيشتغل فيه شويه، ازاي اختار وامتى انا جاهز وعندي المعلومات الكامله عن اللي انا داخل عليه ولا لا. بالنسبه للطلاق برضو ما فكرش كويس، وما هيأش نفسه. هو الطلاق ما بيجيش كده في لحظه، اكيد ده في استعدادات وترتيبات، وهعمل ايه في الولاد، يعني فاهم، هد بيت وهد اسره، وان بدل ما بيت واحد بقوا بيتين، ده كل ده محتاج استعدادات. ما ينفعش ان انا اعمله وبعد كده ارجع اقول هو انا ايه اللي خليني اعمل كده، مع ان طبعا يعني ربنا حللنا، يعني حلل لينا ان احنا نرجع في الطلاق وكده، بس يعني هي البوينت هنا، يعني انت لو ناوي تخش على خطوه زي دي، لانها بتكسر حاجه برضو، طبعا بتكسر حاجه، فلو هتخش على خطوه زي دي لا، استعد لها الاول وفكر فيها كويس قوي. هل في وقت ممكن نقول عليه ان الخيانه دي من غير قصد؟ الخيانه بدون قصد؟ ولا هو اللي بيخون بيبقى عارف انه بيخون؟
مفيش حاجه بص، اسمها هو خيانه من غير قصد. هو اكيد اللي بيخون بيبقى عارف ان هو بيخون. مم. انا يعني امتى عارف. اعذره؟ اعذره؟ آم، لا، هو مش عذر، هو امتى سامحه بقى. هو سامحه، اوكي. اسامحه لو انا من جوايا عندي الاستعداد ان انا سامح، مم. لان عندي حاجات كتير تانية، رصيد زي ما قلت لك، يعني عندي رصيد ليه، وفي حاجات تانية كتير قوي هي كويسة انا مريت معاه بيها، فعندي قدرة ان انا سامح. مم. بس الخيانة ملهاش عذر ولا ليها مبرر، لا مبرر ولا عذر خالص، نهائي خالص، نهائي. نهائي. مم. كويس، اسالك سؤال بايخ. اتفضل. هو استشاري العلاقات الزوجيه او العلاقات الاسريه او استشاري العلاقات بشكل عام اوكي. لما بيتخانق مع شريك حياته بيروح لمين؟ طيب هقول لك، هو يعني هو في فرق بين ان حد بيعمل شغلانه اوكي. هو دارسها ومتعلمها وبيعمل شغلانه، وبين ان هو يطبقها في حياته على فكره. اوكي. ما كتير بنشوف ناس يعني ريليشن شيب كوتش، وبتلاقيه هو ديفورس اصلا اه ومطلق. فهي ملهاش علاقه، هي بالظبط مش قصه باب النجار مخلع، والقصه دي ملهاش اه. علاقه خالص. بس انت عندك ادوات معينه وعندك علم معين انت بتشتغل بيه. مم. تمام. ملوش علاقة خالص بقدرتك على تطبيقه في حياتك. مم. دي نقطة ودي نقطة مختلفين عن بعض يعني. يعني ممكن استشاري علاقات يحتاج يروح لاستشاري ممكن علاقات؟ طبعا، ليه لا. بجد طبعا، والله. طبعا، مم. طبعا. واحنا كزمايل، احنا يعني اه زملاء مع بعض، لا ساعات طبعا اتصل بصاحبتي واخد رايها وفكرة كده، يعني مش اخد رايها انها تديني نصيحة، بس ممكن اقول لها انا محتاجة جلسة كوتشنج. يعني انا ممكن اتصل بواحدة من صحابي واقول لها انا عايزة دلوقتي جلسة كوتشنج، ممكن كده مم. تحصل. بجد والله. والله. مم. حضرتك قلت لي الخيانه درجات، هو اوكي. ايه الفرق بين خيانه المشاعر وخيانه الجسد زي ما بيسموها يعني؟ بص يا سيدي، هما الستات اكتر بيتأثروا بخيانة المشاعر. اوكي. تمام. يعني دي بتبقى قاتلة مم. لسبب. طبعا الاتنين يزعلوا ايوه والاتنين طبعا. بشعين. مم. بس هي لو انت جيت سألت اي ست في الدنيا انهي اكتر اللي يضايقك، هتقولك لا طبعا خيانة المشاعر. لان الموضوع المشاعر طبعا. اكتر طبعا. بجد والله. مم. مم. لان الموضوع ده بيهز مكانتها عند جوزها. مم. يعني انا ليا مكانة معينة واولوية معينة، فلما انا احس ان مكانتي واولويتي بتتهز، ده بس شيء. الراجل دايما ليه حته كده اللي هو ده احنا اتكلمنا بس يعني ما. آم، هي خيانة خلاص. اه. اتكلمت بس هي خيانة. مم. اوكي. بس هي او على حسب هما متفقين على ايه. انا اه. انا بصراحة قلت دي حاجة بالنسبة لي. بس على حسب هما متفقين على ايه. اوكي. خلاص اوكي. بس هي الفكرة ان انا لما احس ان حد هياخد مكاني، هيبقى له الأولوية مم. عني، لا طبعا دي حاجة بتبقى بالنسبة للست بتهزها جدا. كويس. انما اللي بيسموها مش عارفة one night stand او حاجة زي كده، اللي هي دي ممكن الست تعديها، لان هي ممكن، يعني مم. معرفش، يعني على حسب برضو الست. في ناس اه ما بتعديش الحاجات دي خالص، وطبعا من حقهم طبعا جدا، وانا ما طبعا. تعديش حاجة زي دي. بس هي الفكرة ان يعني ممكن حد يعديها عن خيانة المشاعر. مم. هل بعد الطلاق يصح او يصلح ان الطرفين يكونوا اصدقاء ولا لا؟ بص، الموضوع ده هو ممكن، بس لو فكرنا فيه بقى واقعيا، هما اصلا الزواج فيه نوع من انواع الصداقه. مهم. فاذا كنا احنا ما كناش اصدقاء واحنا متجوزين، هو هنبقى ازاي اصدقاء بعد ما اتطلقنا؟ يعني يعني الموضوع ممكن بعد الطلاق مفيش الحاجات الكتير اللي بينا اللي معكرة على الدنيا اللي مبوظة الدنيا. خلاص نرجع بقى. يعني يعني لا هو يعني الموضوع كمان ان لو مثلا افترضنا ان الزوج اتجوز، مهم. يعني او الطليق يعني اتجوز حد اتجوز تاني، والزوجة اتجوزت حد تاني، وجود علاقة صداقة بين الأكس اللي هما ايوه الاتنين المطلقين. الاتنين المطلقين، يعني يمثل تهديد شوية للأطراف التانية. صح. يعني ما انتوا ممكن ترجعوا تاني عاطفيا، طب وليه؟ يعني فاهم. انما في علاقة احترام، في علاقة احترام. اسم العلاقة اتغير، حاجة اسمها كو بيرنتنج، ان انا ده ابو ابني او دي ام ابني، اولادي. فهو اتغير بس المسمى. تمام. انما صداقة يعني هي نادرة قوي الصراحة. مم. وخلي بالك ان كمان دايما بيبقى فيه مشاعر سلبية بعد الطلاق، صعب ان هي تبقى زيرو مم. مشاعر سلبية، اكيد. في سنة كده. فحساها مش هتبقى صادقة 100% وجود صداقة، مم. لازم هتبقى في حاجة بتعكر شوية. دكتورة يمنى، هنكتفي بهذا القدر. كنت سعيد جدا ان حضرتك كنت معانا،
ان شاء الله ما تبقاش اخر حلقه، ان شاء الله نعمل منها سلسله إن شاء وسلاسل كتير يعني، إن والكلام شاء في الله. الموضوع ده ما بينتهيش وسيظل ما ينتهيش الى ابد الابدين يعني. إن شاء كنت الله. مبسوط جدا ان حضرتك كنت معانا، وان شاء الله اشوف حضرتك تاني على خير وقريب باذن الله. شكرا أنا دكتوره يمنى. مبسوطة أكتر يا شريف والله، ميرسي جدا.